مؤخرا كل الكيبوردات بقت قريبه قوي من بعض لحد ما وصلني الكيبورد ده، كيبورد من رويال كلادج اسمه RKS 98. عجبني قوي شكله، الوانه، وطريقه الطباعه اللي على الكي كابس اللي مخليها مختلف. حجم ال 98% ده بيديلك كل الزراير مع مساحه اقل شويه على المكتب، بس انا شخصيا بفضل ال 70% لانه بيبقى اصغر كمان. اكيد خدت بالك من الشاشه اللي هنا، شاشه TFT 1.47 بوصه بيظهر لك عليها كل البيانات الاساسيه للكيبورد، وجنبها بكره تقدر تتحكم منها في الشاشه وتغير الوان الاضاءه او اوضاع التشغيل او الاعدادات. بيجي معاه كي كاب بولر واربع سويتشات زياده وكابل تايب سي. بالمناسبه الكيبورد ده بيشتغل بكابل او وايرلس بدونجل او بلوتوث كمان. النسخه اللي معايا دي جايه بسويتشات براون 3 بن، وده اكتر نوع انا بفضله لانه بيجمع بين الصوت الهادي والدوسه المظبوطه. اسمع الصوت كده. كمان السويتشات دي بري لوبد او يعني متشحمه من جوه، وده بيخليها ناعمه جدا في الدوسه وصوت الاحتكاك فيها قليل، مع 5 طبقات من السيليكون والفوم جوه الكيبورد علشان يقلل صوت الرنه في جسم الكيبورد وانت بتكتب. موجود مكان في جنب الكيبورد للدونجل علشان ما يضيعش منك، وعندك كمان سويتش تقدر تبدل بيه بسرعه بين الدونجل والكابل علشان لو موصل الكيبورد على اكتر من جهاز. وكمان عندك مدخل باس ثرو، وعندك مستويين للارتفاع بتاع الكيبورد تقدر تعدلهم من ظهر الكيبورد. البطاريه هنا 3750 ملي امبير، وبصراحه انا ما جربتش اشتغل عليه فتره طويله من غير الكابل، لكن اللي انا اقدر اضمنه لك انك هتاخد تجربه مختلفه وفريده عن اي كيبورد استخدمته قبل كده.